طيب السلام عليكم يا شباب، إيه الأخبار؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا جميعًا بخير يا رب. الحلقة دي حلقة مهمة جدًا، ودي مرحلة جديدة. إن شاء الله في الحلقة دي هنتكلم على الauto layout وهناخد الauto layout. الauto layout إن شاء الله إحنا هنجزّأه على 3 فيديوهات إن شاء الله. الauto layout من أهم الحاجات اللي لازم تكون متقنها وعارفها كويس جدًا في Figma، وهو بالنسبة للبعض أو لبعض الناس هو حاجة صعبة وحاجة مخيفة. ولكن إن شاء الله أنا أضمن لك إن أنت لو ركّزت معايا في الفيديو ده، هتتمكّن كويس جدًا من الauto layout وهتفهمه بشكل كويس جدًا إن شاء الله. فقبل ما نبدأ محتاج أطلب منّك حاجتين أو أقول لك على حاجتين. الحاجة الأولى إن أنت تعمل like وتشترك في القناة، وتحاول تshare الفيديو ده أو تshare الكورس ده مع أكتر عدد ممكن من الناس عشان تقدر تستفاد لو أنت شايف إن هو مفيد بالنسبة لك. والحاجة التانية أنا حابب أوضّح لك جزء صغير جدًا في الupdate الجديد اللي أنا عملته في الfile بتاعنا. الشباب اللي دايمًا بتسألني في الكومنتات الfile مش شغال، الfile مش موجود، كل الناس دي موجودة في الfile. رقم 1. رقم 2، أنا رتّبت الfile شوية. الfile بقى فيه هنا الcourse road map اللي إحنا ماشيين عليها، تمام. اللي إحنا أخدناه فهمنا مجال UI UX إيه هو، وفهمنا أخدنا مقدمة في الdesign thinking أو الUX introduction يعني. وبعد كده أخدنا تعريف بسيط عن Figma والtools اللي فيها، وعرفنا الفرق ما بين الframe والrectangles المقاسات بتاعة الframes للموبايل للديسكتوب والgrid system بدأنا نطبّق ونشتغل عملي على الUI. فكل دي الحاجات اللي إحنا أخدناها لحد دلوقتي، فلو أنت في حاجة من دول واقعة منّك، روح ارجع كمّل الفيديوهات. ودي إن شاء الله الحاجات اللي إحنا نبدأ نركّز عليها. أنا ليه عملت ده؟ عملت ده عشان تبقى أنت فاهم نوعًا ما إيه اللي أنت أخدته وأنت ماشي إزاي معايا، والناس تبقى ما تحسّش إن هي مشتّتة أو كده. والصفحة التانية دي هتلاقي فيها الموبايل application اللي إحنا اشتغلنا عليه، وده موبايل application تاني إحنا هنشتغل عليه برضه بعد ما نخلّص. وبالمناسبة الناس اللي بتسألني إحنا هنشتغل web site إن شاء الله، مش بس موبايل application. وهتلاقي هنا حاجة اسمها الtasks، هتلاقيني ضِفت لك هنا كذا task بشكل text أو نصوص. إن شاء الله لمّا نيجي وقتها هاقول لك تعملوه، بس مش دلوقتي. وفي كمان برضه link تحدي بتاع خطوة، ده تحدي خلّيني أقول لكم برضه تعريف سريع عنه، بس بعدين، خلّيها بعدين. آمم وعندك هنا الأيقونات وبس، يعني ما عادش في حاجة. ده لو أنت محتاج حاجة من الassets دي أو من الأيقونات دي. فخلّينا نرجع نكمّل في الfile بتاعنا للموبايل application اللي إحنا شغّالين عليه بتاع إيه، طلب الطعام ده. طيب، إحنا كُنّا شغّالين، المفروض إن إحنا خلّصنا الapplication ده أو خلّصنا جزء كبير جدًا منّه. المفروض إن أنت دلوقتي تكون قادر إن أنت تdesign معايا كل الحاجات اللي إحنا اشتغلنا عليها دي. ف اللي إحنا أخدناه ده كوم، واللي إحنا داخلين عليه ده مرحلة جديدة. مرحلة بتبدأ التصميم بتاعك تبدأ تركّز عليه على تفاصيل أكتر زي الspacing والمقاسات والكلام ده كلّه. فهنبدأ نتعلّم الauto layout مع بعض، عشان من هنا وجاي شغلك كلّه لازم يبقى بالauto layout. كل شغلك لازم يبقى بالauto layout، ما عادش الفريمات أو الطريقة العادية الmanual اللي إحنا كنّا بنشتغل بيها. طيب تعالوا، المقدمة كانت طويلة شوية بس كان لازم أوضّح كل التفاصيل دي كلّها. تعالوا ندخل إن شاء الله نبتدي ناخد أول حاجة. لو أنت ما تعرفش حاجة خالص عن الauto layout، تعالَ نبدأ نتعرّف عليه. طيب، بشكل مبدئي إحنا لمّا كنا بنحتاج إن إحنا نdesign الزرار ده، كنا بنعمله إزاي؟ كنا بنكتب text أهو، عادي جدًا. وبعدين بنقول له frame selection، وبابدأ أكبّر الframe ده بالشكل ده، باحط الtext في frame يعني، تمام. وبعدين باخد الtext ده في نُص الframe، وبعدين بادّي الframe ده background مثلًا أحمر، وأبدأ أضبّط مثلًا أدّي له corner radius وهكذا. ده بقى الشكل الزرار بتاعي، صح؟ دي الطريقة القديمة اللي إحنا كنا بنشتغل بيها. دلوقتي إحنا لمّا هنيجي نشتغل auto layout هنعمل إيه؟ هيبقى عندنا الtext برضه عادي جدًا، كتبنا الtext بتاعنا، عايزين نحطه في frame الtext ده. هاضغط كليك يمين، وبدل ما هاختار frame selection المرّة دي هاختار add auto layout. بمجرد ما باضغط على add auto layout أو الاختصار بتاعها اللي هو بيكون shift A في الكيبورد، مجرد ما باكليك عليها بيضيف لي frame كده بالشكل ده. وأقدر برضه أكبّر الframe ده كده وأكبّر الframe ده كده، وأدّي له fill عادي جدًا. خلّينا مثلًا نختار أخضر المرّة دي،
أو أزرق، تمام، و ده بيكون الframe بتاعي اللي متضاف عليه الauto layout أو اللي معمول بطريقة الauto layout. إيه الفرق ما بينهم؟ خلّينا الأول نكتشف إيه الفروقات ما بينهم. أول حاجة الframe اللي فوق ده اللي هو frame رقم 361 في الlayers هنا هالاقي عندي frame 361 وجواه text، ما فيش أي فرق. لو حددت الframe اللي بعده ده اللي هو 362 وبصيت على الframe برضه هالاقي جواه text، هل في فرق ما بينهم؟ لأ. طيب إيه الفرق اللي ما بينهم؟ لو جيت أبُص على الframe ده لمّا باحدد الauto layout بالاقي عندي هنا في الside bar اللي على الجنب جزء اسمه الauto layout اللي هو ده، تمام. طيب لمّا خلّيني آخُد لك دي هنا جنبي كده عشان تبقى إيه، تبقى أنت شايف معايا إيه الفروقات ما بينهم. طب لو أنا محدد الframe العادي هالاقي بس إن مكتوب لي layout مش auto layout. طيب أصلًا إيه هو الlayout أو إيه هو الauto layout؟ الlayout اللي هو ترتيب العناصر بتاع الframe ده، الframe ده شكله عامل إزاي، العناصر اللي فيه مترتبة إزاي، العرض بتاعه إيه، الارتفاع بتاعه إيه، ده الlayout بتاعه، تمام. طب الauto layout هي feature أو ميزة أو tool أو حاجة جوّه Figma أنا بابدأ أطبّقها على الframe بتاعي عشان أبدأ أستخدمه بطريقة سهلة. طيب يعني إيه؟ يعني بكل بساطة أنت بمجرد ما بتبدأ تطبّق على الframe اللي عندك auto layout بيبدأ يظهر لك الcontrols اللي هنا دي، بيبدأ يظهر لك شوية التغييرات اللي في الside bar دي. يعني أنا لمّا هاحدد الframe ده هو frame عادي جدًا أقدر أدّي له fill، أقدر أدّي له stroke، أقدر أدّي له effects، أقدر أدّي له corner radius، أقدر أعمل فيه كل الإعدادات العادية للframe العادي. بس الframe ده اللي هو auto layout بالاقي في الجنب عندي مكتوب auto layout وفيه شوية إعدادات كده مش موجودة في الframe العادي. ده ليه؟ ده لإن الframe الauto layout أنا بابدأ أتحكم فيه من هنا، من الإعدادات دي، مش باتحكّم فيه manual. يعني الframe ده أنا عشان أبدأ أجيب الtext بتاعه على اليمين، أنا عايز أقول لك مثلًا اديتك task والله انقل لي الtext ده على اليمين هنا، تضطر أنت تروح تسحبه بالmouse كده manual أو تعمله بالسهم اللي في الكيبورد كده عشان يبدأ يتحرك. لكن الauto layout أنت مش بيبقى عندك نفس التحكُّم ده، الauto layout أنت لو جيت تسحب الframe بالشكل ده، مش هيتحرك معاك. ليه بقى؟ لإن ده auto layout. أنت عشان تحرّك فيه أي إعدادات أو عشان تغيّر فيه أي إعدادات، لازم تغيّر فيه وتتحكّم فيه من هنا، من الcontrols اللي على الجنب دي. طب لو أنا ضغطت هنا، هالاقي عندي حاجة اسمها alignment اللي هو التوازي بتاع العناصر اللي جوّه الframe ده، أنا عايزها على اليمين والّا عايزها في النُص والّا عايزها على الشمال. فأنت بتبدأ تتحكّم من هنا، والّا عايزها تحت في النُص والّا تحت على اليمين والّا فوق على اليمين والّا فوق على الشمال والّا تحت على الشمال، تبدأ تتحكّم من هنا. طيب، دلوقتي خلّونا نبدأ ناخد ده بس اللي أنا عايزك تعرفه دلوقتي في الauto layout. أنت هتعمل إيه دلوقتي؟ اللي أنت هتعمله إن أنت design تاني الصفحات اللي أنت عملتها دي كلّها نفس الapplication ده، نفس الdesign ده، ولكن بالauto layout. كل frame يبقى معمول auto layout. طيب تعالوا نبتدي مثلًا ناخد أول صفحة دي، تمام؟ طيب أول صفحة دي خلّينا نشيل دي على جنب كده. أول صفحة ديّة فيها إيه؟ أنا هاحذف دول. عادي الصورة زي ما هي، حطيتها هنا على اليمين. بعد كده عندي text وtext الاتنين هاخدهم مع بعض، هاكتبهم وهاعمل لهم shift A، هاضيفهم في auto layout، تمام. طيب أنا لمّا ضفتهم shift A هاعمل لهم center من هنا من الposition. وبعدين عندي في الauto layout هنا عندي حاجة اسمها الgap دي أنا أقدر أتحكم في المسافة اللي ما بينهم بالطريقة دي، تمام. طب هنسيبها 8 زي ما هي. طب بعد كده عندي زرار الأحمر ده text كتبته أهو. text كتبته، بعد كده عملت shift A ضاف لي frame معمول عليه auto layout. وبعد كده هادّي له corner radius، هازوّد الcorner radius وهادّي له fill أحمر بالشكل ده. بعد كده هاطلّعه عندي في الframe بتاعي، تمام. وهابدأ إن أنا إيه، أمشّيه على الgrid بتاعتي بالشكل ده. اعتبر إن في grid يعني، تمام، للسرعة بس. طيب بعد كده أنا عندي الframe ده. طيب ده كنا بنعمله إزاي؟ ده كنا هنعمله إزاي؟ كنا بنعمله إزاي في العادي لو إحنا قبل ما نشتغل auto layout؟ خلّيني بس أغيّر البتاع ده. طيب كنا بنجمّع الاتنين الicon والtext دول مع بعض،
وبعد ما بنجمّعهم كده بنحطّهم في frame selection، وبعد كده باحطّهم في frame تاني frame selection تاني، واكبّر الframe selection الكبير بالشكل ده، واجيب دول هنا كده ويأدّوا له fill. صح؟ مش إحنا كُنّا بنعمل كده؟ أهُم. تمام؟ مش ده أهو؟ طيب هنعمل ده إزاي بالauto layout؟ خلّيني أشيل بس الحاجات دي. عادي جدًا، أداة text وآدي icon، جبت الicon وأخدت الtext، كتبت الtext، هاحدد الاتنين مع بعض أعمل shift A. طب خلّينا نعرف برضه هو هيفيدنا في إيه الshift A، عشان نبقى إحنا فاهمين إحنا بنستخدم الauto layout ليه وإحنا بنستخدمه. دلوقتي أنا لو عندي الicon والtext دول كده، أنا عشان أبدأ أعملهم في frame محتاج أحددهم مع بعض، ومحتاج أروح أضبّط الalignment بتاعهم، التوازي بتاعهم، إن هم يبقوا متوازيين تحت بعض قصاد بعض بالشكل ده، وبعد كده محتاج أضيفهم في frame selection بالطريقة دي، صح؟ طيب الauto layout بقى بيساعدني في إن أنا لو عندي عنصرين مثلًا مش قصاد بعض، بمجرد ما باحددهم وباعمل shift A هم automatic بيبقوا قصاد بعض. تمام؟ طيب تاني حاجة، أنا محتاج إن أنا هاعمل دول تاني في shift A تاني عشان أحط عليهم frame تاني، يعني يبقى ده عندي frame أبيض وجواه frame أحمر مثلًا، ده frame وده frame. تمام، بس أنا هاشيل الframe الأحمر مش محتاج أدّي له fill. وبعد كده هاطلّع ده فوق هنا، وهاخد درجة اللون اللي هي الgray بالشكل ده، وبعدين هازوّد العرض بتاعه كده وهازوّد ده كده، وبعدين هاقول له أنا عايز العناصر اللي جوّه، أنا لمّا أحدد الframe ده أقول له أنا عايز العناصر اللي جوّه تيجي على اليمين. طيب ما جاتش على اليمين، يبقى أنا هاحدد الframe اللي جوّه وأقول للframe اللي جوّه ده أنا عايز العناصر اللي فيه تيجي على اليمين بالشكل ده. تمام؟ طيب حلو جدًا. تعالوا ناخد آمم تركاية جديدة، والّا أقول لكم بلاش، يعني لحد هنا بلاش، لحد هنا بلاش، والّا خلّينا نكمّل، خلّينا نكمّل عشان ما إيه، أمّا تيجوا تشتغلوا ما تحسّوش إن في حاجات كتير لسه ما اتشرحتش. طيب تعالوا ناخد مثلًا عايزين نعمل ده، عايزين نعمل الframe ده. عندي text أهو، تمام، وعندي icon. أنا لو جيت أجمّعهم مع بعض وعملت shift A ضفتهم في frame، ادّيت للframe ده fill. حلو. طيب أنا محتاج أكبّر ده كده، ومحتاج أكبّر ده كده، محتاج ده يبقى عندي بالشكل ده، بس هيقابلني مشكلة إن أنا عايز الكلمة دي تبقى على اليمين، يعني عايز الكلمة دي تبقى على اليمين، فلمّا هاجي أجيب الframe أقول له على اليمين، هتيجي معاه الأيقونة على اليمين. طب أنا في عندي gap ممكن أزوّد الgap ما بينهم بالشكل ده، أو أو الأسهل واللي أنا عايز أقولها، يعني التركاية اللي أنا عايز أقولها من القصة دي، إن أنا أخلّي الgap auto. لمّا باعمل الgap auto بشكل أوتوماتيك، فهي بتاخد المساحة بتاعة الframe كلّه اللي فاضية. وهنا في حاجة إحنا لسه ما اتكلمناش عليها، هنتكلم عليها دلوقتي، ألا وهي الpadding بشكل أفقي أو بشكل رأسي. يعني إيه؟ يعني إيه؟ أنا دلوقتي لمّا بيكون عندي زرار زي ده بادّي له عفوًا frame عادي قديم، اللي هو بالطريقة القديمة frame عادي مش auto layout، تمام، وأقول لك الزرار ده خلّي مثلًا الfill بتاعته مثلًا أحمر، أنت أكيد ما كنتش ما ينفعش، ودي مشكلة أنا شايف ناس كتير جدًا وهي شغّالة بتبعت الtask بتاعها بالشكل ده، ما ينفعش يا شباب الكلام عندك أو الtext يبقى على أول الframe بالشكل ده، لازم يبقى في شوية مساحة هنا بنسميها padding، تمام، فلازم يبقى في مساحة هنا على الأقل مثلًا بتاع 12، 16 بالشكل ده، زي ما أنتم شايفين كده 16 بكسل. فالpadding دي في الframe العادي أو في الطريقة العادية كنت أنت بتضطر تعملها manual، يعني كنت بتضطر تسحب كده وتقعد تشوف الرقم هنا كام 18 لأ أنا عايز 16 وهكذا. بينما في الauto layout لمّا بيكون عندك frame وعملت shift A auto layout، فأنت بتقدر تتحكم في الpadding بتاعته من هنا، أنا عايز مثلًا الpadding تبقى 16. وعايزه على اليمين عشان لمّا أبدأ أكبّر الframe كده يبقى على اليمين، فإذًا دلوقتي الpadding اللي هنا already أهي هي 16، تمام، كمان أقدر أدّي له padding من فوق ومن تحت بالشكل ده أهو، تمام، أتمنى تكون الأمور دي واضحة. طيب يبقى إحنا دلوقتي إيه اللي إحنا محتاجين الrecap، ما عدناش هناخد حاجة جديدة عشان الموضوع ما يبقاش صعب. طيب recap تاني سريع، إيه اللي إحنا محتاجين نتعلّمه دلوقتي أو نعرفه،
إن أنا الauto layout بمجرد ما بابدأ أجيب أي text عايز أعمل له frame auto layout باضغط shift A، بعد كده أي تحكمات أنا عايز أتحكم فيها بتكون من على اليمين هنا، أقدر أتحكم في الalignment بتاع العنصر ده بتاع الframe ده، أنا عايز المحتوى اللي فيه يبقى على اليمين والّا يبقى على الشمال، أقدر أتحكم في الgap، بس الgap دي لازم يبقى أنا جوّه الframe عنصرين عشان أتحكم في الgap ما بينهم، يعني أنا لو جِبت الicon دي ضفتها هنا، دلوقتي أنا قادر أتحكم في الgap بتاعة الframe ده، المسافة اللي هنا. طيب، تاني حاجة الpadding، أعرف برضه إن في من تحت أقدر أضيف padding 16 من فوق ومن تحت، وبرضه من هنا ممكن تبقى 8 عادي أو 16 برضه العكس، تمام؟ طيب، لمّا باكون عايز الأيقونة تبقى في آخر الframe بالشكل ده، يعني مثلًا عندي دي هادّي لها فِل مثلًا إيه أخضر، لمّا أنا عايز الأيقونة دي تروح لآخر الframe، نعدّي مثلًا الframe خلّينا نقول بالعرض ده، عايز يبقى الكلمة على اليمين والأيقونة على الشمال، دي في الآخر هنا ودي في الآخر هنا. هاروح أخلّي الgap ما بينهم auto بالشكل ده، تمام، فدلوقتي أنا لو صغّرت الframe هيفضل كل واحدة على الأطراف، دي على الطرف ودي على الطرف، طب هي ليه مش جاية الكلمة مش جاية على أول الطرف خالص الframe عشان واخدة padding من هنا 16، طب ليه الأيقونة مش جاية على أول الframe عشان واخدة padding من هنا 16، تمام، طيب لحد هنا أنا عايزكم بس تطبّقوا اللي أنا شرحته ده دلوقتي، تمام؟ وإن شاء الله الجزء التاني من الauto layout هنكمّل نشتغل مع بعض، نبدأ نعمل حاجات معقّدة زي ده، مش معقّدة يعني بس معقّدة بالنسبة للناس المبتدئة، لو الauto layout مشكلته إن أنت لمّا بتبدأ تضيف فيه عناصر، الدنيا بتبدأ تبوظ فيه شوية، يعني تبدأ الدنيا تتلخبط وبتاع، يعني كل ما يبقى في عناصر كتير زي ده، عندك icon وtext، text، icon، بيبدأ الموضوع بيبقى إيه، مش واضح شوية. أنا عايزكم بس تفهموا، تجرّبوا كده تاخدوا فكرة عن الauto layout وهنكمّل بيه إن شاء الله مع بعض آمم، من أول الscreen دي المرّة الجاية، نشتغل مع بعض على الscreen دي، تمام؟ طيب، بس لو وصلت لحد هنا فأنا حابب أشكرك جدًا إن أنت حد مستمر، الكورس ده هيكون مفيد جدًا، وإن شاء الله هيكون هو مصدر قوي لأي حد مبتدئ، بس فأتمنى إن أنت تعمل share على قد ما تقدر. وتعمل like، وهتلاقوني سايب لكم الجروب خطوة برضه في وصف تحت الفيديو، تقدروا تدخلوا هناك لو حد عنده أي سؤال، حد اشتغل على أي task يقدر يبعت لنا هناك إن شاء الله.